يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعت هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعت هلالك غمرنا دلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة 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 والله يا رمضان. يا اهلا بالحلوين، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا يا رب. فيديو فرش الشقة رمضان احب الفيديوهات لقلبي. يلا نشوف فرشنا ايه وعملنا ايه، وكمان تاخدوا افكار باذن الله لو حابين تنفذوها او تعملوها قبل رمضان. يلا بينا نخش على الفيديو. لايك حلو وكومنت حلو كمان منكم. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. اول حاجة بقى كده عايزة اقول لكم، انا عمل شويه زينه في الشقه. الزينه دي بسيطه جدا ومش يعني مش بكترها، لا، بحاجات بسيطه جدا. تعالوا اقول لكم عملت ايه. تمام. اول حاجه كده انا هبدا معاكم من عند باب الشقه. طبعا عملنا تنظيف عميق للشقه وكل حاجه. جبت الفانوس القمر ده اللي بموت فيه، وجبت له فرع النور كده زي ما انتم شايفين، وحاولت اعمل له اضاءه عشان مش حابه اركب له لمبه، فعملت له الاضاءه كده ووصلت الاضاءه للنيش زي ما انتم شايفين. كمان بقى مفرش الخياميه القمر بتاعنا ده جبناه وحطينا عليه الفانوس. وكمان عايزه اقول لكم السبحه طالعه ترند جدا، تحطيها كده على الترابيزه. هنرجع تاني للجزء ده، انا بديكم بس كده ايه لفه مبدئيا في الريسبشن. تمام. وكمان زي ما انتم شايفين كده عملت على الحيطة فوق التلفزيون طبعا كلمة رمضان كريم بالانجلش كده، وفوقيها الكلمة اللي هي رمضان برضو كريم اللي هي بتنور. حلو جدا لما الإضاءة لو اخدتوا بالكم اول الفيديو بتبقى مطفية، بتبقى حلوة قوي. مفرش بقى شوية حركات كده حطيت على الترابيزة زي ما انتم شايفين كده بتاعة الشاشة كلمة رمضان يجمعنا واهلا رمضان. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله شايفين ده فرع النور اللي كنت بقولك عليه اهو، حطيته على الفانوس وعلى النيش. وهنا طبعا طلعنا الكوشن بتاعت اهلا رمضان وحطيتها زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بقى الهلال ده انا اللي عاملاه بخيط المكرميه، حلو جدا يا بنات والله. وحاجات كده ممكن تعمليها بايدك يعني في البيت، مش بتاخد معاكي لا وقت ولا جهد يعني. ايه رأيكم كده؟ حاجات سيمبل وبسيطة. انا حاطة 3 اضاءات في الريسبشن، الفانوس بفرع النور ده، وفوق التلفزيون كلمة رمضان كريمي بتنور، وعلى الستارة ما حبيتش بقى اعمل فرع النور والورم ده على الستارة، حطيناه كده على السبوت، عملته كده داير ما يدور زي ما انتم شايفينه. وكمان جبت فرع الزينة ده حاجة سيمبل وبسيطة خالص، حطيتها على الحيطة دي بحيث ان هي تدي ايه كده ايه شكل زي ما انتم شايفينه اهو. اهو بص ركبته كده في السبوتات، يعني ما بقيت اشد السبوت اللي تحت كده واقوم معلقاه.
ما حبيتش احط انوار كتير بقى واجيب للطقم للانتريه يعني، اللي هو طقم الخياميه وكده. لا، حبيت الحاجه تبقى بسيطه وزي ما انتم شايفين شيك، وفي نفس الوقت فيها من روحانيات رمضان كده. ونفس فرع الزينه ده حطيت منه كده على الستاره زي ما انتم شايفين اهو. بحاول اجيب لكم الريسبشن كله من جميع الاتجاهات عشان تشوفوه. هنا بقى معايا الطرقه. بص، انا عندي الطرقه عباره عن حرف تي، طرقه زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى فرعين الزينه دول وعلقتهم برضو بالشكل القمر ده، عملوا معايا شكل حلو قوي. وكمان على الحيطه دي حطيت فرع النور ده، عايزه اقول لكم برضو بيخلي الشكل بجد تحفه. بصوا بقى، ما شاء الله انا عملتهم برضو كده، بص بدبل فيس عادي. وفرع النور ده مع فرعين الزينه بجد مخلين الطرقه شكلها حلو جدا. ما حبيتش بقى احط برضو اضاءات كتير زي ما قلت لكم، علشان خاطر الاضاءه البسيطه دي فعلا بتخلي الاجواء حلوه ومش ما تحسهاش مبهرجه قوي. تعالوا بقى نخش المطبخ. عملت فيه برضو، بص زي ما انتم شايفين التلاجة كده، حطيت عليها المغناطيس دوت اللي هو بتاع اشكال رمضان. وبرضو فرع الزينة عملت بيه ديكور كده عليها حلو قوي. عايزه اقول لكم غير من شكل التلاجة جدا. جبت بقى طبعا شويه مشتريات، جبت منهم الصينيه دي رمضان كريم حلوه قوي قوي. وكمان علقت فرع النور كده مع فرع الشجر ده. عايزه اقول لكم يدي شكل المطبخ حلو قوي. واللي على الرخامه ده بنات مش ستيكر، ده مفرش انا بشتريه كده بالمتر، مفرش بلاستيك تقيل. ولما باجي احط حاجه سخنه عليه بحط كوسترات، فبالتالي بقدر استخدمه. طبعا احنا عملنا، ما حبيتش بعمل معاكم فيديوهات التنظيف والحاجات دي، قلت ندخل على الفرش على طول. ايه رأيكم برضو في المطبخ كده هادي ما شاء الله؟ ويعني افكاره بسيطه برضو. ما حبيتش اجيب الاستيكر عشان لما بيتلزق اللي هو الحاجات رمضان دي، ده لما بيتلزق على الرخامه مش بيطلع كويس. فالمفرش ده حلو قوي، وكنت عملته معاكم في فيديو قبل كده، كنت برضو حطاه على الرخامه، بيدي شكل مبهج جدا للمطبخ. وطبعا الرخامه معلهاش حاجات كتير زي ما انتم شايفين، عشان تبقى معاكي براحتك كده وتشتغلي شغل رمضان بقى والحلويات والحاجات دي، ما تبقيش ايه زنقه الدنيا عليكي. عملت بقى احلى حاجه في الشقه والركن المحبب لقلبي، وهو ركن الصلاه. انا عملته بحاجات بسيطه وحاجات كده يعني مش مكلفه. فرع نور، والهلال ده برضو بنات انا اللي عاملاه بخيط برضو مكرميه وشويه ورق شجر من عندي من البيت. والبوكس ده برضو كنا عاملينه قبل كده مع بعض، وحاطه فيه ايه يعني الكتاب اللي بحب اقراه، وكمان المصحف وسجاده الصلاه. والكورنل ده خاص بالصلاه، ده الفانوس بتاع سليم برضو حطيته على الكومود بتاعه مفرش كده، يعمل ماتشنج كده برضو مع رمضان يعني وحاجه رمضان وكده. انا بقى نورت لكم النور عشان تشوفوا الركن ده، والله العظيم لو اقول لكم ده احلى حاجه انا عملتها في الشقه. عايزه اقول لكم انا بتقعدي هنا بقى تصلي، البوكس ده فيه السبحه بتاعتك، فيه المصحف بتاعك، في اي حاجه انت بتحبي تقرايها في رمضان. وبس بتخلصي بقى صلاه وتفضلي قاعده كده روحانيات. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، هو فيديو صغير كده ان شاء الله يعجبكم، وكمان تبقوا مبسوطين بالفيديو. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.